أخبار الجزائر والعالم من قناة أخبار اليوم. تحية طيبة ومرحبا بكم. كشف مصدر من الحماية المدنية بمدينة أولاد جلال أن الحصيلة الأولية لضحايا حادث المرور المروع بلغت 8 قتلى و15 جريح. ويتمثل حادث المرور في اصطدام شاحنتين من نوع رونو وشاكمان بحافلة لنقل مسافرين على مستوى منطقة سيدي تامر بلدية الشعبية، بالضبط بالطريق الوطني رقم 46 في حدود الساعة 8:10. وحسب المصدر فإن الحافلة انطلقت مساء أمس من ولاية بسكرة تقل المسافرين متوجهة نحو ولاية الجزائر العاصمة. وأشار ذات المصدر أن الضحايا 8 بينهم 3 رجال 3 نساء وطفلين من جنس ذكر وأنثى. وسخرت مصالح حماية مدنية 7 سيارات إسعاف وشاحنتين و27 منقذ من مختلف الرتب. إنا لله وإنا إليه راجعون.